الحقيقه الفاكت وجهه نظر انا عن الفاكت. يعني احمد شعلة صوته عالي، اوكي دي فاكت، ماشي صح؟ صح. اي بني ادم ماشي في الشارع هيقول لك احمد شعلة صوته عالي، ماشي، حاجه متفقين كلنا عليها. احمد شعلة بيزعق لي، لا دي احنا ممكن نفكر فيها شويه. لا هو مش بيزعق لك، لا هو صوته عالي، دي وجهه النظر، دي وجهه النظر. دي الفرضيه اللي انا افترضت بيها او ترجمتي للفاكت اللي حصل. حلو. اكبر مشكله بتخلي الافوره دي تكبر هو اقتناعي التام ان الفرضيه دي صح، فاكت، حقيقه. حلو. طبعا وانا مشهور جدا بالجمله اللي انا هقولها دي، ربنا خلقنا لا بنعرف نقرا افكار ولا بنعرف نقرا مستقبل. لا صحيح صح، بس دي اكتر حاجتين احنا بنحاول نعملهم، بس بنتوقع والتوقعات بتطلع صح في معظم الوقت. ما لازم تطلع صح. ليه لازم؟ عشان انا اللي بروح اثبتها. لا هقول لك، تعالي ناخد مثال. اديني. النهارده رباب مش طايقاني، تمام، حلو. دي فرضيه ولا دي حقيقه؟ لا دي فرضيه. حلو قوي. فانا قمت جاي عامل ايه واحنا في البريك، انا بقى عارف ان انت مش طايقاني، فقمت جاي لك بقول لك متخيل ان انا مش لا فرضيه يعني. انا عارف ان انت مش طايقاني، عشان انت اللي فرضت هذا الفرض على نفسك، عشان انا مقتنع ديب انسايد جوه هنا ان الفرضيه دي حقيقه. بس بص، هي ما كانتش بتتعامل معايا قبل كده بالطريقه دي. وبص هي حاطه رجل على رجل ازاي، بص ايديها قاعده بتعصر في، لا بص بتبص لي ازاي، اذا هي متضايقه مني. طيب فانا حاجه اكلمك بناء على الفرضيه دي ازاي؟ هو ايه يا رباب مالك معوجه عليا النهارده ليه؟ فانت هتقولي ايه معوجه يا ابني انت دي صح. ايوه. فانا هقوم رايح للناس اقول لهم ايه، شفت انا عارف ان هي كانت مش طايقاني، لا انا اللي رحت اثبتت ده. بس والله العظيم مش كله بيمشي كده يا شيخ، والله يا شيخ والله هل حصل والله مش في مرة؟ كله بيمشي كده. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. كام مره حصل ولا ما حصلش؟ عارفه اللعبه بتاعت أيوة حصل ولا انا موافقه اقول حصل ولا ما حصلش ان انت مش هقول خسرتي او قطعتي، لا زعلتي من حد بناء على فرضيه واكتشفت ان هي غلط؟ حصل حصل. كام مره حصل ان انت وانت بتتكلمي مع حد بتتخانقوا واكتشفتوا في النص واحد جه من بره كده، على فكره انتوا الاثنين بتقولوا نفس الكلام؟ لا مش كده، هي اكتشفنا ان كل واحد فينا بيتكلم على حاجه. لا مثلا لا انا بتكلم على حته دايره على حاجه وكل واحد بوجهه نظر، انا مش فاهمه انا بتتكلم على الموضوع ده وهي مش فاهمه على الموضوع ده وبنتخانق. لا بتحصل بصراحه. لا انا اللي بتكلم فيه ان انا وانتي في جدال وقاعدين بنشد ورأينا واحد وانا بقول نفس اللي انت بتقوليه بس بلغه تانية، فواحد ثالث قام جاي على فكره هو انتوا الاثنين نفس الرأي نفس الكلام. حلو. كل ده ليه؟ طب انت عايزنا نعمل ايه؟ اولا بالراحه. مش كل حاجه انت فاكر ان هي صح هي صح. وتاكد من الشيء الاول وبص في ورقتك.